عييتي من التخمه والانتفاخات وكثرة المقليات اللي كتسخفنا مورا الفطور؟ اليوم غادي نرجعوا للاصل، فطور مغربي ملكي صحي 100%. وبالخميره البلديه غتاكلي وتستمتعي وتنوضي تصلي التراويح خفيفه ومرتاحه. السلام عليكم عائلتي الغاليه، اليوم غنتقاسم معكم مائده فطور اللي كترد الروح. بزاف كيصحاب لهم الاكل الصحي هو حرمان، واليوم غادي نثبت لكم العكس. برفيسه بلديه معتبره بالقمح الكامل والخميره البلديه، وصوبت معكم حساء البروكولي كريمي وبلا كريمه، وسلطه منعشه من خضار وفواكه كتحافظ على نضاره البشره في رمضان. بديت اول حاجه بالرفيسه حيت هي اللي غادي تاخذ ليا الوقت. خديت واحد الاناء ودرت فيه واحد الريس ديال الثومه محكوك، ملحه على حسب الذوق، شويه ديال السكينجبير وشويه ديال الخرقوم، ودرت هنايا واحد نص كاس ديال الماء ديال الحلبه. هذيك الحلبه كنت رقدتها ليله كامله، وزدت عليها واحد المعلقه ديال المساخن اولا راس الحانوت. غنخلطوا كلشي هاد المكونات هادي وكنشرملوا الدجاج. انا عندي هنايا الدجاج البلدي، خديت غير واحد نصيص، المهم على حسب الافراد الاسره. يمكن لكم نتوما ديروا الدجاج العادي الا ما عندكمش البلدي، وكتخليوه في الشرموله على الاقل ساعه. من بعد خديت هنايا واحد الكوكوط ودرت فيها الدجاج، وزدت حتى هذيك الشرموله ديالو، وفي هذيك الشرموله اللي بقات ليا في داك الاناء زدت عليها البصله حتى هي شرملتها. زدت هنا العطريه، شويه ديال الملحه، نص معلقه ديال قزبر حبوب، الخرقوم والسكينجبير والزيت. الرفيسه كتبغي ليدام. بعد زدت نص معلقه ديال حب رشاد، واحد 4 ديال الحبات ديال قعقله اولا الهيل، ونص معلقه ديال السانوج، واحد 2 معالق كبار ديال الحلبه. وغادي نزيد معاها واحد 2 وريقات ديال ورقه زيت ناموسه، وزدت هذيك البصله اللي شرملتها ومعلقه ديال السمن. والا ما بغيتوهمش يكونوا باينين ديروا واحد الرزيمه ديروا فيها الحلبه وحب الرشاد والهيل والسانوج. ومن الاحسن تجنبوا القلي بزاف ديال البصله. كنزيد معها انا شويه ديال الماء اولا هذاك الماء ديال الحلبه هكذا باش كنتفاداو الاحتراق ديال الزيت. صافي من بعد ما تشحرت واحد شويه كنزيد الماء الكافي، وكنزيد هنايا واحد الحزمه ديال المعدنوس وواحد العويد ديال الكرافس، كيجي زوين بزاف في الرفيسه. جربوها وغادي يبان لكم الفرق. وكنخلي الدجاج حتى كيطيب، حيت الدجاج البلدي ما كنديرش معاه في الاول العدس حتى كيطيب كيدخل فيه الطياب. عاد ديك الساعات كنزيد شويه ديال العدس، واحد القياس ديال الزلافه صغيره، وواحد الرويس ديال الثومه، المهم على حسابكم اولا 2. ما تصورتليش هاد اللقطه هادي، انا كنقولها لكم دابا شفويا. وإلا كتبغيو الحار زيدوا المزاود. غندوزو دابا باش نوجدوا التريد. هنا عندي 350 غرام ديال الدقيق القمح الكامل، كاين اللي كيقول له حتى الكومبلي. خليت فيه النخاله ديالو وزدت طحنته باش هذيك النخاله حتى هي كتنيل، حيت النخاله راه مهمه. الا غربلناه الدقيق الكامل من النخاله صافي كيبقى بحال الفرص. خديت واحد شويه ديال الزعفران شعره، زدت عليه الماء سخون كنخليته يترقد، الملحه ونص معلقه ديال المساخن، والزيت كنزيدها حتى الاخير، وواحد المعلقه ديال الخميره البلديه هي اللي كتعطينا ديك الاضافه الزويونه وكتخليها سهله الهضم ومناسبه بزاف للصائم. صافي غادي ناخذ واحد القصريه وغادي ندير فيها هاد المكونات هذه كامله. بالنسبه للخميره البلديه دابا راه الجو بارد، كديروا معلقه كبيره فهاد الكميه هذه ديال الدقيق. الا كان الصهد كديروا غير نص معلقه. العجينه عاديه، هي كتكون العجينه شي شويه قاصحه على العجينه ديال العاديه اللي كنديروا ديال الفرص. هذه كتكون شي شويه قاصحه حيت الخميره البلديه مازال كتزيد كتطلق راسها، يعني فاش كتكون كتخمر مازال كتطلق. كنعجنها وكندلكها واحد شويه، عجنتها بالماء دافي وخليتها. الا كانت عندكم الخميره البلديه قديمه تقريبا راه ساعه المكانه كتكون راه خمرات. كتغطيوها مزيان وكتخليوها في شي بلاصه دافيه وصافي. من بعد ما كدوز ساعه ديك الساعات كتبداو كتشكلوا فيها كويرات. خديت واحد البلاطو ودهنته واحد شويه ديال الزيت البلديه. هانتوما شفتوا القوام ديالها كيفاش كيكون، يعني واخا درناها شي شويه قاصحه هي كتزيد كترخى وكتطلق راسها.
صافي دابا كنديرها هنايا كويرات. غادي نحافظ على الصحي وغادي نصوبها غير بالزيت البلديه، ما غنديرش نهائيا الزيت الروميه، وكنخليها كترتاح واحد ربع ساعه. من بعد كناخذ واحد ورق الطبخ وكنبدا كندهن غير رشات بالزيت البلديه، وكنبدا كنطلق في العجينه ديالي. بالنسبه للتريد ديال القمح الكامل ماشي هو التريد ديال الفورس. الفورس كيجي رقيق وكيجي بحال الورقه ديال البسطيله. ديال القمح كيجي شي شويه غليظ عليه، ولكن راه كيجي بنين وفي نفس الوقت صحي. بالنسبه للزيت البلديه نتوما راني غير كندير غير رشات. صافي كنكون هنايا المقله دايرها كتسخن، وكنرقق غير بشويه باش ما تقطعناش العجينه، وكنقلبها مباشره في المقله. كنخليها واحد 30 ثانيه باش فاش نجي نحيد هذاك الورقه ما يلصقش. هانتوما وفاش كتكون في المقله، يعني الا كانت بانت لكم شي بلاصه غليظه اولا كتقدوها بيديكم. صافي هادشي اللي كاين. كتخليها واحد، ما تخليوهاش حتى كطيب بزاف، يعني حيت غادي نزيدو نكملوا لها الطيب المره الثانيه. غادي نخليوها غير بحال غير تنشف وصافي، وغادي نديروها في شي منديل ونغطيوها صافي ونكملوا العجينه الاخرى. هنا غادي ندوز باش نصاوب معكم الصوبه. عندي فيها ندير فيها البروكولي وكتجي زوينه وكريميه، كتجي لذيذه بزاف وصحيه. هنايا خديت واحد طنجره ودرت فيها شويه ديال الزيت ويبان لكم شي شويه ديال الماء. انا دائما كنزيد واحد 2 معالق ديال الماء باش ما تحرقناش الزيت. درت فيها واحد البصله وواحد البورو وواحد البطاطا وقرعه خضراء. كنشحر هادشي كله مع شويه ديال الملحه وراس المعلقه ديال البزار، وعاد كنزيد البروكولي. من بعد كنزيد الماء الكافي وكنخليها كطيب، ما كتاخدش الوقت. بعد ما كتغلى هاد الطنجره هذه تقريبا ربع ساعه ولا ثلث ساعه كتكون صافي طايبه وواجده. من بعد ما طابت خليتها واحد شويه كتدفى. عاد ديك الساعات ونطحنها. القوام ديالها كيجي كريمي بلا كريمه، حيت فاش كنزيدو بطاطا كتعطيها هذاك القوام. غندوزو دابا للسلطه. غادي تكون بالخضر الموسميه. هنا عندي الجرجير مغسول مزيان ومنقي، يمكن لكم تعوضوه بالخس. وعندي خيزو، وعندي المكور الاحمر مقطع رقيق. خيزو عندي محكوك، وجوج حبات حتى 3 ديال القوق اللي كيكون مسلوق مع شي شويه ديال الحامض والملحه، والفقوس والافوكا. بالنسبه للخضر يمكن لكم تزيدوا اولا تنقصوا على حسب شنو كتبغيو نتوما وشنو كيبغيو وليداتكم. صافي هنا خديت واحد الطبسي غادي نديرو بحجم عائلي، وغادي نبدا نحط فيه هاد الخضر ديالي. درت الجرجير، من بعد غادي نزيد الخيار وهكا حتى كنكملوا الكميه كامله. بالنسبه لي صوص ما غاديش نديرهم في هاد السلطه هذه. غادي نعتمد على مزيج طبيعي كيجي بنين وفي نفس الوقت صحي، وكتحافظي على هاد السلطه هذه. بالنسبه للخضر دائما كنختار تكون خضر يعني ما طايباش. الاغلبيه كتعجبني الشلاضه كتكون يعني طازجه خضراء ما تكونش طايبه. علاش؟ كتحافظي على داك الفيتامينات وكتحافظي على الالياف، وكتاكلي بحال كتاكلي شلاضه بحال ديتوكس. هي مهمه بزاف وكتساعد على الهضم، يعني ما كيكونش الامساك، حيت كنعرفوا في رمضان كيوقع الامساك بزاف. ملي كديري بحال هكا شلاضه وكتكثري الالياف ما كيوقعش نهائيا لا الامساك لا الانتفاخات. من بعد ما غادي نكمل هاد الكميه كامله ديال الشلاضه، غادي ندوز دابا باش نصاوب واحد المزيج طبيعي اللي كيكون فيه نص حامضه ومعلقه ديال الزيت البلديه والملحه على حسب الذوق. الا بغيتو تزيدوا نتوما شويه ديال البزار زيدوه. انا ما كنديرش البزار بزاف، يعني قليل فاش كنستعمل البزار. وكنزيدو هكا فوق شلاضه. وغادي نزيد واحد شويه ديال الزيتون الكحل حتى هو طبيعي مصوب على اليد، وواحد شويه ديال الكاجو. بالنسبه للكاجو الا كان عندكم مزيان، ما كانش عندكم يمكن لكم تعوضوه بالجنجلان او الا القرقاع او اللوز. هاد الاضافات هادو يعني كتبقى اختياريه وانتم وشنو كتبغيو. وغندوزو دابا باش نشوفوا التحليه ديالنا. غادي يكون فيها البنان والفريز والتفاح، قطعت كلشي قطع صغيره.
الا عندكم نتوما الكيوي اولا المونغ، حتى هو كيجي زوين. وزدت هنايا عليه العصير ديال البرتقال، وكتعمري في الكويسات ديالك. دائما انا كنعتمد على الحلاوه ديال الفواكه باش ما نزيدش السكر، كنخليها هكا طبيعيه. والا بغيتو تزيدوا واحد الرشه ديال القرفه كتعطي هذيك اللمسه المغربيه اصيله المنعشه وكتجي زوينه بزاف. وفاش بقات نص ساعه على الفطور خديت التريد وقطعته وغادي ندخلو الفران يتحمر. جربت كنفورو قبل وكيتعجن التريد ما كيبقاش زوين، ولكن هاد الطريقه هادي كتحمروه في الفران راه كيجي غزال وما كيتعجنكمش نهائيا. من بعد ما كيتحمر كنبداو كنسقيو في الرفيسه. هاد الرفيسه هادي سبحان الله جات في وقتها، هاد النهار كانت واحد الشتا تبارك الله، وحتى الجو سبحان الله برد. ما شهيتكم فيها مع واحد الكويز داتاي بالاعشاب راه كتجي هائله، كتجي بنينه بزاف. وبغيت غير نفكركم اللي وصل معايا حتى لهنا ما تنساوش لايكات ديالكم والتعاليق ديالكم، صراحه كيعجبوني بزاف وكنتونس بيهم. وإذا عجبتكم القناه ديالي وعجبكم هذا المحتوى هذا اشتركوا معايا في القناه، مرحبا بكم. وسلقت بيضات بلديين وزدتهم لها. هاد النهار كانت رفيسه بلديه. هذا هو فطورنا ديال هاد النهار هذا، وهذا هو الفطور اللي كيستاهلوه وليداتك وصحتك. جربوه وردوا عليا الخبر في التعاليق واش نتوما من عشاق الفطور التقليدي المغربي او لا كتميلوا للمقليات. وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الحادقات اللي كيبغيو يبدلوا السيستم هذا العام هذا ويعتمدوا على الاكل الصحي ويتهلاو في راسهم ويتهلاو في صحتهم. وخليتكم على خير وفي الصحه والراحه.